وفي درسنا النهارده Part 2 الجزء الثاني Lesson 1 and 2 الدرس الأول والثاني Unit 1 الوحدة الأولى Coming Home. هنبدأ مع بعض نشوف الجزء الخاص بالجرامر، وقبل أي حاجة زي ما كلنا متعودين نجهز الورقة والقلم عشان تسجلوا معايا الحاجات المهمة اللي هقول لكم عليها واللي كتير مننا بيتلخبط فيها. في درسنا النهارده الجرامر معانا هنشوف مع بعض ازاي نقدر نكون سؤال How to form a question. ازاي اقدر اكون سؤال؟ عندنا two types of questions، عندنا نوعين من الاسئله. اول حاجه هتبقى معانا زي ما احنا شايفين هنا، اولا السؤال بمعنى هل، yes or no question، هو عباره عن سؤال يبدا بفعل مساعد او فعل ناقص. هنبدا نقرا الكلام ده واحده واحده وبعد كده هشرح لكم كل حاجه، خليكم معايا. نكون السؤال بمعنى هل عن طريق we form yes or no question by Number 1 moving the helping verb، ان انا بحرك الفعل المساعد to the beginning of the sentence، بحرك الفعل المساعد لبداية السنتنس او بداية الجملة. هتقولوا لي مش فاهمين الكلام ده، مفيش اي مشكلة، ركزوا معايا في اللي انا هقوله بعد كده. اول حاجة زي ما احنا شايفين هنا تقديم الفعل المساعد على الفاعل، زي ما انا قلت هنا بعمل move للhelping verb to the beginning of the sentence لبداية الجملة. اول حاجة زي ما احنا شايفين هنا verb to be. كلنا طبعا قبل اي حاجة عارفين verb to be. لو انا سألتكم يعني ايه verb to be، حد عارف يعني ايه verb to be؟ very good. زي ما احنا شايفين هنا قدامنا هتقولوا لي verb to be am is are. very good. عندنا هنا في السنتنس اول حاجة الجملة، معانا كمان هنا الكويستشن السؤال، وموجود كمان الانسر الاجابة. عايزين نبدأ نشوف يا حبايبي ازاي نقدر نكون سنتنس. السنتنس دي لازم يبقى موجود فيها verb to be، يعني الجملة معايا لازم يبقى موجود فيها am or is or are. اول سنتنس معانا هنا بيقول لي بسمة is eating، الجملة معناها ان بسمة بتاكل. بسمة هنا is for she، هنا بسمة she دي singular استخدمنا معاها ايه is eating. very good. انا عايز احول السنتنس دي او عاوز احول الجمله البسيطه اللي قدامي دي واحولها الى question او احولها لسؤال. خلي بالكم بقى في اللي انا هقوله دلوقتي. لو انا حطيت سيركل على بسمه، دي اول حاجه جايه معايا في الجمله اهي، وحطيت سيركل كمان على كلمه is، وهنعمل المقص بتاعنا. اوكي، اهو المقص موجود قدامنا، يعني معنى كده ان احنا هنعمل exchange، هنعمل تبديل للفيرست words لاول كلمتين. هنقول is بسمة eating زي ما احنا شايفين هنا، يبقى احنا كده حولناها لسؤال سهل جدا جدا. هنقول تاني، هنقول is بسمة eating، وفي الحالة دي هيبقى معنى الكويستشن معانا او معنى السؤال هل بسمة بتاكل او هل بسمة تأكل. very good. لو انا بقى محتاجة ادي اجابة مختصرة او short answer للكويستشن اللي موجود، ممكن اقول yes she is or no she isn't or yes or no he isn't. اتمنى نكون فهمنا الجزء ده كويس. They are at school، هم في المدرسة. لو أنا عايزة أحولها أنا هحط الأول سيركل على كلمة they، هي أول حاجة جت معانا في السنتنس they، وبعد كده هنحط كمان سيركل على are ونعمل exchange للفيرست two words. هنبدل أول كلمتين، هنقول إيه؟ يبقى كده هنبدل أول two words، هنقول are they، بدل ما هو بيقول لي they are هقول إيه؟ هقول are they at school، وطبعا ده هيبقى معانا question هل هم في المدرسة؟ في الحالة دي هجاوب الانسر معايا، هقول yes they are or no they aren't. اتمنى يا حبايبي نكون فهمنا الجزء ده كويس، ولو صعب علينا نرجع الفيديو ونفهمه تاني مفيش اي مشكلة. يبقى الفكرة عندي هنا ان انا لما اجي احول السنتنس الجملة ان انا بعمل تبديل للفيرست words لاول كلمتين موجودين معايا في الجملة، باخد السبجكت وباخد الفيرب وبعمل لهم ايه؟ بعمل لهم exchange او ببدلهم. very good. معانا هنا كمان بيقول لي لاحظ ان am is are يتبعها الفعل ثم اسم او صفة او فعل مضافا اليه ing. كده ده بيقول لي تكوين السؤال. يبقى اول حاجة في السؤال هجيب am or is or are زي ما احنا شايفين هنا قدامنا، هجيب بعدها السبجكت وبعدها هجيب الناون او ممكن اجيب صفة او الفيرب مضاف ليه ing. اتمنى يا حبايبي نكون فهمنا الجزء ده كويس. يلا نشوف معانا ايه كمان. معانا هنا بقى have or has got. ركزوا معايا دلوقتي، احنا بقى عايزين نعرف ازاي نقدر نكون سؤال how to form a question باستخدام كلمة have or has got. كلنا عارفين have or has got معناها يمتلك. very good. لما اقول هنا عندنا نفس الكلام، عندنا sentence الجملة وعندنا الكويستشن السؤال وعندنا الانسر. يا ريت يا حبايبي تركزوا معايا. اول حاجة هنا لما نيجي نقرا مع بعض السنتنس اللي موجودة قدامنا، هقول I have got a laptop، انا عندي لابتوب او انا امتلك. very good. لو انا عايزة احولها،
هنعمل لهم بقى exchange. ما ينفعش طبعا ان انا اقول have I. الاي هنا في الكويستشن هتتحول معانا ليو. هقول have you got a laptop. هو انت عندك لابتوب او هل تمتلك لابتوب؟ لو انا هدي affirmative answer اجابه مثبته هقول yes I have. ولو هدي negative answer هقول no I haven't. لا انا ما عنديش. very good. ده بالنسبه للفيرست sentence او الجمله الاولى اللي موجوده معانا. السكند sentence he has got a car. هو يمتلك سيارة أو هو عنده سيارة. في الحالة دي هنحط سيركل اهي على الفيرست word أو الفيرست pronoun أو الفيرست subject. حطينا هي سيركل عليها وكمان هنحط على الهاز. ويلا نبدلهم مع بعض زي ما احنا شايفين هنا. هنقول has he got a car. يبقى كده احنا حولناها لإيه؟ حولناها لسؤال. يبقى بكل بساطة أنا دلوقتي عندي sentence، عندي جملة، الجملة دي عايزة أحولها لكويستشن، عايزة أحولها سؤال. إن أنا بس مجرد بعمل exchange للفيرست two words، بعمل إن أنا ببدل أول كلمتين موجودين معايا في السنتنس وكده تبقى اتحولت لإيه؟ اتحولت لكويستشن. أتمنى نكون فهمنا الجزء ده كويس. يلا بقى نشوف الشورت أنسر اللي معانا هنا. بيقول لي has he got a car؟ هل هو يمتلك سيارة أو هل هو عنده سيارة؟ هدي طبعا affirmative answer هقول yes he has or no he hasn't لو هو ما عندوش. very good. أتمنى نكون فهمنا الجزء ده كويس. بيقول لي هنا كمان لاحظ أن has or have يتبعها الفعل ثم التصريف الثالث للفعل أو past participle PP زي ما احنا شايفين هنا قدامنا. يبقى تكوين السؤال يا ريت تسجلوا الجزء اللي أنا هكتبه لكم دلوقتي. لو أنا هبدأ السؤال بتاعي ب have or has، طبعا كلنا عارفين has البروناونز اللي بتيجي معاها إيه؟ I, we, you, they. very good. لو أنا هقول has very good. لو أنا هقول has هقول he و she و it. excellent. هنجيب بعدهم السبجكت وبعد كده هنجيب PP أو past participle التصريف الثالث. very good. أتمنى نكون فهمنا الجزء ده كويس. معانا هنا زي ما احنا شايفين نمبر 2 الجمل في زمن المضارع أو الماضي البسيط لا تحتوي على فعل مساعد، لذلك نستخدم do أو does مع المضارع البسيط. كلنا عارفين طبعا، يا ريت تركزوا في الجزء ده كمان. كلنا عارفين ان في زمن present simple زمن المضارع البسيط لو انا عايزه اكون سؤال، الحاجات دي شرحناها قبل كده حبايبي اللي متابعيني. شرحنا قبل كده ازاي نقدر نكون question او ازاي نقدر نكون سؤال في زمن present simple في زمن المضارع البسيط. وكمان بنستخدم that في زمن الماضي البسيط. الحاجات دي كلها شرحناها قبل كده. اتمنى نكون فهمنا الجزء ده كويس. يلا نشوف معانا ايه كمان. معانا هنا بقى نمبر 3 verb to do. قبل اي حاجه هتقولوا لي يعني ايه verb to do. تعالوا مع بعض كده نشوف اللي موجود قدامنا وهشرح لكم يعني ايه verb to do. اول حاجه موجود معانا السنتنس الجمله وموجود الكويستشن والانسر. they like fish. verb to do زي ما احنا شايفين هنا هشاور على الفيرب like. انا قلت they like fish يعني هم بيحبوا السمك. لو انا محتاجه احول السنتنس دي، ركزوا في اللي انا بقوله، دي سنتنس بسيطه قوي، جمله سهله قوي هي قدامي، وطلبت منكم ان انتوا تحولوها لي لكويستشن. هنحولها ازاي؟ بصوا يا حبايبي، اول حاجه ان انا بحط السيركل على المين فيرب في السنتنس، الفعل الاساسي اللي موجود في الجمله. احنا شايفين هنا انا حطيت سيركل على الفيرب لايك. لو انا محتاج ان انا احول السنتنس دي الجمله دي لكويستشن، يبقى في الحاله دي هسال بالفيرب دو، بالهيلبنج فيرب دو. هتقولوا لي ليه استخدمنا دو؟ لاني انا عندي هنا المين فيرب في السنتنس او المين فيرب الفعل الاساسي في الجمله لايك هنا هستخدم معاها الفيرب دو. يبقى هقول لو انا هقول في الانسر هقول yes they do or no they don't. very good. نفس الكلام احمد does a sport. احمد بيعمل رياضه او بيمارس رياضه. عندنا هنا هنبدأ نكون سؤال، يبقى هنقول ايه؟ does أحمد do a sport؟ هل أحمد بيعمل رياضة أو بيمارس الرياضة؟ لو أنا هدي affirmative answer هقول yes he does أو no he doesn't. very good. آية made lunch. آية جهزت الغداء، اوكي، أو عملت الغداء. يبقى هنا عندي آية والفيرب هنا made في زمن ايه؟ في زمن الماضي البسيط أو في زمن الباست سيمبل. يبقى في الحالة دي هنسأل بإيه؟ هنسأل بدid. very good. هقول did آية make lunch، ونخلي بالنا هنا الفيرب made رجعناه للانفينيتيف بتاعته واستخدمنا الفيرب make في المصدر. very good. لو أنا هدي الأنسر بتاعتي هقول yes she did or no she didn't. أتمنى يا حبايبي يكون فهمنا الجزء ده كويس، ويا ريت لو في اي حاجه مش فاهمينها نرجع الفيديو ونركز فيها ونفهمها واحده واحده.
معايا هنا بيقول لي لاحظ ان do or does or did يتبعها الفعل ثم مصدر الفعل. يعني اول حاجه ان انا ببدا الكويستشن بتاعي السؤال بتاعي بستخدم do or does or did وبعدها بجيب السبجكت او الفاعل وبعد كده بجيب بعدها البيس فورم اوف ذا فيرب المصدر. ده بالنسبه لتكوين السؤال باستخدام فيرب to do. اتمنى يا حبايبي نكون فهمناها كويس. يلا نشوف معانا ايه كمان. معانا هنا بقى السؤال بكلمة استفهام. احنا كده خلصنا part 1، خلصنا الجزء الاول ازاي نكون السؤال yes or no question. very good. معانا بقى هنا السؤال بكلمة الاستفهام. يتكون السؤال بكلمة استفهام كالتالي. تعالوا بقى معايا ركزوا معايا في الجزء اللي انا هقوله دلوقتي لان بجد مهم جدا. عايزين نبدأ نتعلم ازاي نقدر نكون سؤال باستخدام ال WH question او باستخدام كلمة الاستفهام. اول حاجة عندي زي ما انا بشاور دلوقتي هستخدم ال question word او كلمة الاستفهام. بعدها هستخدم ال helping verb بلس السبجكت الفاعل بلس الكومبلمنت او تكملة السؤال او بقية السؤال. ده بالنسبة للمين ستيبس او الخطوات الاساسية اللي احنا بنمشي عليها في تكوين السؤال باستخدام ال WH question او كلمة الاستفهام. عندنا هنا هناك جمل زي ما احنا شايفين هنا بيقول لنا هناك جمل يقوم بها فعل مساعد او ناقص فيتم تكوين السؤال كالتالي. هتقولوا لي احنا مش فاهمين يعني ايه الكلام ده. بصوا يا حبايبي تعالوا كده نقرا مع بعض الفيرست سنتنس الجملة الاولى اللي موجودة قدامنا. يلا مع بعض نقراها. ندى is at the park. ندى في البارك، ندى في الحديقة. very good. أنا عاوز أكون من الجملة دي أكون منها سؤال. هو هنا بيقول لي ندى is at the park. بيقول لي ندى مكانها أو ندى موجودة دلوقتي في البارك في الحديقة. فأنا عايز أسأل أقول له فين ندى؟ where is ندى؟ استخدمنا هنا where ال question word أو أداة الاستفهام معانا وجبنا بعدها ال helping verb is زي ما احنا شايفين هنا. هتقولوا لي is دي جت منين؟ اهي موجودة معانا في السنتنس. احنا ما غيرناش أي حاجة، نزلنا ال helping verb أو الفعل المساعد اللي موجود في الجملة نزلناه في السؤال. أتمنى نكون فهمنا الجزء ده كويس. I'd like to have a fish. أنا أحب أن أتناول الفش. عايزين نكون عليها سؤال. فهنا هقول لك إيه؟ What would you like to have؟ تحب تتناول إيه؟ يبقى بدأنا الكويستشن بتاعنا باستخدام كلمة what وجبنا بعدها would. هتقولوا لي would دي جت منين؟ would أهي موجودة معانا، أنا حطيت عليها سيركل. كلنا عارفين الأبوستروف دي اختصار كلمة would. يبقى هنقول what would you like to have؟ تحب تتناول إيه؟ Very good. They will travel to Aswan next week. هم هيسافروا أسوان next week الأسبوع القادم أو الأسبوع الجاي. عايزين نبدأ نسأل سؤال. يبقى هسأل أقول إيه؟ When will they travel to Aswan؟ إمتى هم هيسافروا أسوان؟ يبقى بدأت الكويستشن بتاعي باستخدام كلمة when وكلنا عارفين when معناها متى وجبنا بعدها ال helping verb. هتقولوا لي دي جت منين كلمة will؟ إزاي كتبناها؟ أهي موجودة معانا. أخدناها من السنتنس من الجملة وحطيناها في الكويستشن ونجيب بعدها الفاعل وكملنا بقية الايه الكويستشن بتاعنا مفيش أي مشكلة. إذا كانت الجملة ليس بها فعل مساعد نستخدم do or does. إذا كانت الجملة في زمن المضارع البسيط. خلي بالكم من الجزء ده. هتقولوا لي احنا مش فاهمين الكلام ده معناه ايه. تعالوا نقرا الاكزامبل اللي موجود معانا. لما اقول هنا علا goes to school on foot. هي علا دلوقتي بتروح المدرسة بتاعتها on foot على الأقدام لأن المدرسة بتاعتها إيه قريبة من بيتها. يبقى أنا استخدمت هنا الverb goes أو السنتنس دي معايا هنا في زمن إيه الpresent simple زمن المضارع البسيط. طب أنا دلوقتي عندي الجملة دي علا goes to school on foot. إزاي هكون السؤال؟ يبقى كده هقول how does علا go to school؟ إزاي علا بتروح المدرسة؟ الكويستشن وورد بتاعتنا هاو وكلنا عارفين معناها كيف. استخدمنا بعدها الهيلبنج فيرب او الفعل المساعد does علشان انا هنا قلت ايه المين فيرب الفعل الاساسي في الجمله goes يبقى هستخدم معاها ايه does وبعدها هستخدم السبجكت وهكمل بقيه الكويستشن بتاعي. اما اذا كانت الجمله بقى في زمن الماضي البسيط او زمن الباست سمبل الماضي البسيط فبنستخدم ايه did كهيلبنج فيرب او كفعل مساعد. بيقول لي هنا سلمى bought a new dress last week. سلمى اشترت فستان جديد last week الاسبوع الماضي. انا عندي هنا الفيرب bought انا لو حطيت عليه دايره دي الباست بتاع الفيرب buy. very good. يبقى هقول ايه what did سلمى buy last week؟ سلمى اشترت ايه last week؟ اتمنى يا حبايبي نكون فهمنا الجزء ده كويس.
ودلوقتي بقى معانا الجزء الخاص بالاكسرسايز. complete the following dialogue. دي محادثة أو dialogue زي ما احنا شايفين هنا قدامنا. هناخد وقتنا واحدة واحدة ونبدأ نفكر في الكوريكت answer أو الإجابة الصحيحة. complete the following dialogue. I like to do the same things every day. أنا بحب أعمل نفس الحاجات every day كل يوم. You have a daily routine. أنت عندك روتين يومي. رد هنا قال له إيه؟ يلا يا حبايبي واحدة واحدة. I usually get up early. الكوريكت answer هتبقى معانا إيه؟ واحدة واحدة وناخد وقتنا في الإجابة. نفكر نقرا كده بالراحة كده ونشوف الإجابة الصح معانا هتبقى إيه. الكوريكت answer yes. لما يقول له هنا you have a daily routine. أنت عندك روتين يومي. قال له yes I usually get up early. Very good. هنا سأل سؤال do you usually get up؟ قال له I always get up at 6:30. أنا دايما بصحى الساعة 6:30. يبقى سأله قال له إيه؟ واحدة واحدة يا حبايبي كده نشوف الكوريكت answer معانا هتبقى إيه number 2. الكوريكت answer when do you usually get up؟ إمتى بتصحى؟ very good. قال له I always get up 6:30. very good. هنا سأل سؤال كمان do you eat your breakfast with؟ قال له I eat breakfast with my father. I eat it with my mother only. الكوريكت answer معانا ايه في number 3. واحدة واحدة كده بالراحة نقراها بالراحة ونشوف الإجابة الصح معانا هتبقى ايه. ممكن أسأل أقول ايه؟ الكوريكت answer who do you eat your breakfast with؟ بتفطر مع مين أو بتتناول وجبة الإفطار مع مين؟ رد هنا number 4 I eat breakfast with my father. I eat it with my mother only. الكوريكت answer معانا هتبقى ايه؟ واحدة واحدة وناخد وقتنا. الكوريكت answer I never eat breakfast with my father. أنا ما بفطرش خالص مع بابا. I eat it with my mother only. أنا دايما بفطر مع ماما بس. Why not؟ قال له حاجة my father always goes to work very early. لأن بابا بيروح دايما الشغل بتاعه بدري قوي. What about you؟ I don't have a routine at all. أنا ما عنديش روتين خالص أو ما عنديش روتين إطلاقا. الcorrect answer because my father always go to work very early. very good. ده بالنسبة للفيرست question أو السؤال الأول معانا. معانا هنا السؤال اللي تشوز. يلا واحدة واحدة بقى وركزوا معانا. هناخد وقتنا. يلا عايزين نقرا مع بعض sentence number 1 ونشوف الإجابة الصح معانا هتبقى إيه. We usually TV in the evenings. Spend, watch, wash, sleep. يلا يا حبايبي واحدة واحدة كده وناخد وقتنا. الكوريكت answer معايا هتبقى إيه؟ very good. الكوريكت answer هتبقى معانا كلمة watch. excellent. number 2 how much time do you spend exercise on, at, in, by؟ يلا ناخد وقتنا واحدة واحدة ونشوف الكوريكت answer معانا ايه في number 2. الكوريكت answer هتبقى معانا on. very good زي ما احنا بنشاور عليها اهي. very good. number 3 come and sit on this. 4 people can sit on it. sofa, chair, bed, wheelchair. يلا يا حبايبي واحدة واحدة كده نشوف الإجابة الصح معانا هتبقى ايه. الكوريكت answer sofa. excellent. number 4 I saw Ahmed's father on his to work this morning. road, street, away, way. الكوريكت answer معانا ايه في number 4. ناخد وقتنا ونشوف الإجابة الصح معانا ايه. الكوريكت answer هتبقى كلمة way. on his way في طريقه للعمل. number 5 my little brother أخويا الصغير likes to computer games every day. take, catch, play, do. يلا حبايبي ممكن give me correct answer number 5. الإجابة الصح معانا هتبقى ايه؟ نقرا sentence بالراحة ونفكر في الإجابة الصح. الكوريكت answer play. very good. number 6 we do the same things every day. احنا بنعمل كل يوم نفس الحاجات. we have a daily routine times time day. لسه قايلينها دلوقتي. يلا حبايبي مين هيقول لي الإجابة الصح معانا ايه في number 6. very good. كلمة routine اهي حبايبي حاطين عليها circle. يبقى we have a daily routine. عندنا روتين يومي. number 7 what activities do you at the weekend حبيبة؟ make, do, get, go. الكوريكت answer معانا ايه في number 7. ناخد وقتنا واحدة واحدة ونفكر في الإجابة الصح. الكوريكت answer هتبقى معانا do.
حط عليها سيركل اهي. What activities do you do at the weekend؟ ايه الأنشطة اللي احنا بنعملها في نهاية الأسبوع؟ Very good. وبكده يا حبايبي نكون وصلنا لنهاية درسنا النهاردة. أتمنى نكون فهمنا كل الحاجات المهمة اللي محتاجة أقول لكم عليها في درسنا النهاردة. وبجد كل الكلام اللي أنا قلته النهاردة في درسنا حاجات مهمة قوي قوي. لو ما فهمناهاش كويس نرجع الفيديو ونسمعها تاني علشان ما نتلخبطش فيها. ولو الدرس عجبنا استنوني في الدروس اللي جاية، وما تنسوش بقى اللايك والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس عشان توصل لكم كل الدروس الجديدة على قناتنا Time for English. وما تنسوش كمان تشيروا الفيديو لأصحابكم وحبايبكم عشان هما كمان يذاكروا معاكم ويستفادوا. Have a nice day.